اليوم على العشاء راح أعمل كريسبي تشيكن برجر. هنا عندي الدجاج متبلته من أمس، صدور دجاج تبلتها، حكتب لكم التتبيلة بعدين. وهنا جهزت خليط التغطية وجهزت الصوص، كل المقادير إن شاء الله حكتب لكم هي آخر شيء. هنا عندي خليط التغطية عبارة عن بهارات ودقيق وبيكنج باودر، راح نخلطهم مرة كويس ونغلف بيه الدجاج. شوفوا هنا عندي صدور الدجاج قطعتها شرايح رفيعة ونقعتها في التتبيلة ليلة كاملة. الحين راح أغطيها بخليط التغطية من الجهتين طبعا. هذا شكلها بعد ما غطيتها. دحين بس انتظر الزيت يحمى واقليهم على طول. شايفين كيف ما شاء الله اللون؟ ولا أحكي لكم عن القرمشة، هي ترى مرة مقرمشة من برا وطرية من جوا. أحب أرش عليها شوية سموكت سي سولت، ملح مدخن، راح تعطينا نكهة طبعا وقرمشة حلوة. هذا الصوص دايما معتمدته في الساندويتشات، مرة طعم، جربوا تعملوه. ولا تنسوا كمان تضيفوا بذور الخردل، مرة راح يفرق معاكم في الطعم. شايفين كيف شكله؟ أحب القرمشة اللي من بذور الخردل كده، قرمشة على حموضة، مرة رهيب الصوص. هذا هو، خلاص صار عندي جاهز. وأهم حاجة عندي كمان في البرجر الخبز، لازم أحمصه. طيب أول حاجة راح نحط من الصوص الرهيب، نكثر من الصوص عشان يكون عندنا البرجر مرة جوسي. أي قطعة أخذ وتحسوها أحلى في التصوير، هذه ولا هذه حسب كويسة. البرجر مقرمش من برا ومرة جوسي من جوا، شايفين كيف؟